بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم ايمن بيه عبد الغني. اهلا وسهلا فيكم الشهر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حمدي. تعرف معاليك؟ المستشار ايمن عبد الغني، لي الشرف ان مستشار بهيئة قضايا الدولة. طبعا يعني انا تم تعييني عام 94 دفعة 91. الحمد لله تعالى يعني انا خدمت في عدة افرع. فرع الزقازيق كان بداية خدمتي 3 سنوات، وثم بعد ذلك فرع طنطا 8 سنوات، ثم فرع بنها سنة، ثم المكتب الفني وقسم القضاء الاداري الاول في الجيزة لمدة 3 سنوات، وبعد كده قسم النقد الجنائي. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني اشتغلت قضاء اداري، اشتغلت قضاء مدني، اشتغلت جنائي. يعني انا الحمد لله برضو خريج كلية حقوق دفعة 91 طنطا، ومن ابناء طنطا. وطبعا طنطا مدينة يحبها كثير من المصريين، لان طبعا بيها سيدي احمد البدوي قطب معروف. وتعودت من زمان وانا طالب في الكلية على العمل العام، بس كان دايما اتجاه ثقافي علمي يعني تحديدا. يعني ليه طبعا ليا ديوان شعر كامل. سيبك بقى من العمل العام دلوقتي، احنا عايزين نتكلم في نقطة ثانية. اما قبل الهيئة، هل حضرتك اتخرجت من كلية حقوق دخلت الهيئة على طول ولا اشتغلت في اي مجال اخر؟ انا بعد ما اتخرجت من كلية الحقوق كان عندي رغبة انه يعني اكون مركز اكتر في الدراسات العليا. فكنت الحمد لله ربنا وفاني، حصلت على دبلومة دراسات عليا في القانون العام، واثناء كنت في القوات المسلحة كنت ضابط احتياط، وخدمت في القوات المسلحة ولي الشرف ايضا ب2.5 سنين. وكان يعني حتى من الحاجات اللي انا يعني اذكرها في مجال الاسكان، يعني لو كنا نتكلم عن جمعية الاسكان، انه انا كنت ضابط احتياط واستطعت اني احصل على 3.5 طن اسمنت لسريتي اللي انا كنت قائد ليها في وقت كان عشان يجيب رئيس العمليات شكارة اسمنت للكتيبة، كان يبقى عمل انجاز كتير. كل ما هنالك انا تحركت لشركة اسمنت العملية طواعية من نفسي بدون اي اوامر من احد. خدت العربية رحت الشركة على اساس انا اخد يعني شكارة او 2 زي ما بيحصل في الجيش. لقيتهم بيقولوا لي حضرتك تقدم طلب دلوقتي تاخد اللي انت عايزه للقوات المسلحة. فحتى كان ده يعني كان ساب اثر جميل. من الحاجات اللي انا يعني ما انساهاش، لان العساكر الجنود نفسهم كانوا فرحانين جدا بيها. كانت الموضوع كله انا اتحركت ما قعدتش مكاني يعني. فالحركة دي انا بحبها جدا، واعتقد انه اي انسان بيتحرك خطوة لابد ربنا سبحانه وتعالى يديله عليها مكافأة توازي اميال، بس هو اهم حاجة يعمل اللي عليه. طبعا بعد كده انا في الفترة اللي هي ضابط الاحتياط دي كنت مهتم بالدراسات العليا، وكنت برضو يعني كان عندي ميول صحفية. كنت اشتغلت في احد الجرائد لفترة تحقيقات صحفية. كنت برضو دخلت مسابقات، يعني انا انسى ان كنت ليا مسابقة على مستوى الجمهورية، مسابقة في وزارة الاوقاف، وحصلت على جايزة. وكنت حضرت احتفال كان حاضر فيه رئيس السابق حسني مبارك. يعني برضو كنت في سن صغير يعني في مجال الابحاث والبحث العلمي يعني. فدي كانت اهم الميول الخاصة بي. 13/4 هو تاريخ انتخابات ان شاء الله جمعية الاسكان. ما هو دور ايمن بيه عبد الغني كعمل عام ما قبل هذا التاريخ؟ احكي لنا كده. اشتغلت في العمل العام بقى من بداية من الدراسة اعدادي ثانوي لغاية 13/4. يعني طبعا من وانا طفل صغير انا كنت مثلا دايما مثلا تعرف حضرتك رئيس الفصل وكيل الفصل والحاجات دي. لما دخلت الجيش مثلا انا كنت قائد فصيلة وانا لسه طالب احتياط، كنت اختاروني ضمن يعني قائد فصيلة. دي كانت برضو تبقى حاجة يعني انت ليك في الاتجاه القيادي. كنت ضمن حرس الشرف في كلية ضباط الاحتياط، برضو دي بيختاروا ناس معينة. استمر الموضوع معايا لحد ما تعينت في الهيئة. وبرضو وانا لسه نائب، كنت حتى لسه ما حصلش على درجة نائب. قدمت لانتخابات مجلس إدارة النادي، وبالفعل كان ليا شرف اني كنت ضمن اعضاء مجلس إدارة النادي في الهيئة سنة 98. وده كان نادي بعد فترة رئاسة المستشار جمال لبان للهيئة، وكان اول نادي العضو فعلا يشعر انه له نادي وبيدخل النادي ويتمتع بيه. وفي الوقت كنت انا اصغر الاعضاء سنا في مجلس الاداره. استمر الامر لمده 3 سنوات، وبعد كده انا كنت مركز اكتر على الدراسات العليا والدكتوراه. فطبعا يعني قلت ان انا يعني اركز اكتر في المجال اللي هو مجال الدراسه. وبعد ذلك يعني وجدت نفسي مره اخرى القدر يدفعني الى العمل العام مره اخرى من خلال الجمعيه التاسيسيه وقانون الهيئه من بدايه الثوره وحتى الان، من خلال يعني طبعا زملاء كتير جدا تعاونوا معايا. ربنا اراد ان انا اكون ضمن جمعيه تاسيسيه بجانب المستشار احمد خليفه الممثل الرسمي للجمعيه، وكانت ضمن المرشحين. لكن طبعا احمد بيه خليفه يعني طبعا اخينا الاكبر، وهو طبعا ممثل يشرف الجمعيه ويشرف الهيئه.
وكان معايا المستشار محمود فرحات ومستشار نور الدين رضوان. واحنا اشتغلنا فعلا بجهد، كان هدفنا ان احنا نعمل حاجه للهيئه، لان كان قبل ما يبدا وضع الدستور كنا بنفكر في القانون، فاذ بالقانون يتاخر نتيجه حل مجلس الشعب فصار التاسيسيه ومشكله الجماعه التاسيسيه. وكنا دايما قريبين جدا من زمايلنا، لما كان بيحصل اي حاجه داخل الجماعه التاسيسيه كنا فورا بنبلغها لزملائنا واحنا داخل الجماعه التاسيسيه، لما نقابل مشكله نقول لهم احنا عايزينكم معانا. وفعلا كان بنلاقي دايما ان الاعضاء الزملاء حوالينا في كل مكان. لا انسى الموقف التاريخي ليا داخل الجماعه التاسيسيه لما حصل كلاش او صدام ما بيني وبين المستشار حسام الغرياني، بسبب انه كان يعني حريص على ان ما يكونش داخل الجلسه حد من هيئه قضاء الدوله سواء المستشار احمد خليفه. وانا كنت متعمد ان انا الموضوع يكون اسجل بيه موقف، فبالفعل صممت ان انا ما اخرجش من القاعه لما يتسجل موقف للهيئه، حتى انا وان كان ما يطلعش على الهواء او صوتي اكدت له في وقت الجلسه ان ده يعتبر تفرقه متعمده بالنسبه للهيئه، يعني ده اقصاء متعمد لاعضاء الهيئه عشان من قضايا الدوله يعني. فطبعا انا لقيت ان الزملاء كلهم يعني كانوا يعني غضب شديد جدا لهذا الموقف، وشعرت بالفعل ان في اتصال مباشر بيني وبين الزملاء. وده موقف انا يعني رغم ان انا تعرضت للحرج الا ان هذا الحرج انا بعتبره وسام على صدري، يعني وسام شرف. برضو ما تنساش حضرتك يا احمد بيه ان احنا كان في عندنا مشكله التشريع والقانون وان الهيئه يبقى شكلها ايه وهتبقى نيابه مدنيه او لا، لكن احنا كان هدفنا الوحيد ان نقدر راسنا براس اي هيئه قضائيه. لذلك احنا كنا مصرين مش بس على النص الدستوري، احنا ايضا اخذنا نص في المفوضيه والانتخابات، الهيئه بالذات بتشكيلها بتمثيلها داخل هذه المفوضيه راسا يعني براس باقي الهيئات القضائيه، ده امر مهم جدا. برضو فيما يخص النص الخاص بالمساواه كنا حريصين جدا على التاكيد عليه. كل هذه الامور كانت عباره عن معركه كبيره جدا. كل زملاء الهيئه من اقصى الصعيد وحتى اسكندريه الكل كان بيترك بيته وكان بيساهم فيه معانا، لكن اعتقد ان احنا كنا اهل المسؤوليه كنا فريق فعلا. ما انساش ان انا كنت يعني انا بفطر في رمضان في القطر كتير جدا، كنت بسيب اولادي، بس انا كنت بعمل ده وحاسس فعلا بسعاده، لانه حاسس انه حاجه من الاثنين، اما تكون صادق في الرساله اللي انت او المسؤوليه اللي زملائك اعتمدوا عليك فيها او لا. كان دايما زملائنا مستنيين بس يعني بارقه امل اقول لهم بس في تطور في الاتجاه، فكنت جدا حريص عليه. برضه في مجال العمل العام انا طبعا لحظه يا ايمن دي قبل ما تكمل بس في بعض بيقول ان حضرتك صاحب النص اللي اتنص علينا فيها في الدستور، هل ده حقيقه ولا فعلا النص ده جه عن طريق ناس ثانيين؟ او احكي لنا قصه النص ده، شيء مهم جدا. هو طبعا انا لا انسى انه كان في النص ده اتقال قبل ما ينزل الدستور. بالظبط. وهي في النادي كذا مره وكان عليه خلافات. هو طبعا انا في الوقت اللي كان في زملاء لينا بيجاهدوا من اجل الدمج الهيئه في القضاء العادي، انا كنت شايف انه ما نكتفيش بس بفكره الدمج، لازم يكون جنبها فكره اخرى، وكنت صاحب فكره ان يكون في فكره النص النيابه المدنيه. وحينما رفض الدمج تماما اصبحت ليس امامنا سوى النيابه المدنيه، وبدا النيابه المدنيه تواجه بمواجهات صعبه جدا. فكان لابد ان يبقى في فعلا في نص بديل، ان في حاله ما اذا لم يتم الموافقه على النيابه المدنيه يكون في عندنا نص يتفق مع طموح اعضاء الهيئه. انا كانت فكره الدعايه العام المدني دي انا ناديت بيها من زمان، من قبل ما حتى النيابه المدنيه ترفض، وكنت لها فلسفه عندي متبنيها ان لابد ان هذه الهيئه كلها سلطه التصدي في حمايه الحق العام في شقه المدني اسوه بالنيابه العامه، يعني مثلها مثل النيابه العامه، وان هي ليست يعني اقل من ذلك، ده اقل دور ممكن تقوم به هيئه قضاء الدوله. فاللي حصل انه بالفعل انا كنت بالصدفه، يعني احكي الحكايه دي لاول مره لا يعلمها سوى زميلنا احمد بيه خليفه، انا كنت داخل القاعه بعد ما حصل جلسه استماع للقضاء العادي وجلسه استماع للهيئه، وكان في خلال جلستين الاستماع الكلام انه يا جماعه النيابه المدنيه انتوا شايفينها صح وهم شايفينها مش في المصلحه العامه، فيعني فيما معناه شوفوا حل وسط بديل. فانا اتكلمت مع المستشار ناجي برباله، قلت له يا ناجي احنا عايزين نقعد ونحل الموضوع، فلقيت الراجل رحب جدا، وبالفعل حضر هذا اللقاء احمد بيه خليفه، حضر هذا اللقاء محمد بيه عبد السلام، حضر هذا اللقاء عده يعني حوالي 3 أو 4 من الجمعيات التاسيسيه مؤثرين جدا، وبدانا نتفاوض. انا حتى لما جيت اعرض ما بداتش من تحت، لا ده انا كان طموحي اكبر من النيابه المدنيه. قلت له رايك يا ناجي بيه ان احنا القضايا الحكومه ديت بدل ما في دوائر حكومه انتوا بتحكموا فيها، طب ما القضيه ما هي كده عندي، بدل ما اكتب فيها مذكرات اكتب فيها حكم. قال لي معنى كلامك ايه؟ قلت له انا عايز اخد اختصاص قضايا الحكومه بالكامل افصل فيها، يبقى فصل. فطبعا انا كده بدات يعني في حواري، مش معناه ان انا مستسلم او ان انا بتنازع عن النيابه المدنيه. ففي النهايه توافقنا على ان المفروض يكون في حل. فانا بالفعل والله اللي حصل احمد بيه انا كنت مروح مرهق جدا، واتفقت مع احمد بيه ان احنا نصيغ نص، تناقشنا في فكرته
وسهرت لحد ما كتبت النص، وانا كنت تعبان جدا وانا بكتب النص، كنت حاسس بان في تأييد من ربنا سبحانه وتعالى، ان النص جه يعني بشكل كويس جدا ومحترم. تاني يوم لما جيت الصبح طبعت النص، اديت صوره منه محمود بيه فرحات واحمد بيه خليفه، ولما النص اتدخل رغم المقاومه اللي انت شفتوها على شاشه التلفزيون الغير عاديه للنص ومناقشه كلمه الحرف فيه قبل الكلمه، الا انك تجد ان النص ما حصلش فيه تغيير زي ما متقدم. حتى كلمه الادعاء العام كان عايزه تشال اولى، كلمه الادعاء المدني هي الادعاء العام. فليه بقى؟ لان حضرتك الفريق اللي كان جوه التاسيسيه كان مخلص. رئيس الهيئه انا لا انسى له حاجه، لا انسى له ان احنا في اجتماعنا في رئاسه الجمهوريه مع المستشار محمود مكي وبدا يرجعنا لورا ويعمل لنا احباط في حواره. فانا كان معايا زميل لينا ابراهيم بكر، بنقول له يا ريس يعني طب ايه رايك حضرتك نجهز نص بديل يعني يبقى برضه احتياطي موجود. لقيته في منتهى العنف بيقول لنا لا، انا دمي يسيح في الدفاع عن هذا النص، لازم افضل وراه لحد ما دمي يسيح حتى لو دمي ساح. معنى كده ان رئاسه الهيئه معاك، اعضاء الهيئه معاك، انت داخل التاسيسيه مخلص، فلازم كان ربنا يوفقنا. يبقى اذا العمل ده عمل جماعي، لا انا لا انسبه لنفسي، مش بقول ابدا ان انا اللي عملت النص، هو ربنا وفقني لهذا النص لان انا كنت فعلا عايز نص محترم للهيئه. وطبعا اللي انا كنت عايزه ده كل زملائنا كانوا عايزينه. انت لو اي حد مكاني كان في المكان ده وعنده هذه المسؤوليه ومتولي هذه المسؤوليه، اكيد كان هيفكر بنفس الطريقه يا احمد. مش ممكن كان هو هيتراجع عن انه يفكر احسن حاجه للهيئه ايه. حتى النص لما كنت كلمه الرقابه كان عايز يتقال الاشراف على الادارات القانونيه، انا قلت لا، الرقابه الفنيه عشان افتح بها باب ان يبقى في عمل فني ادارات الشؤون القانونيه، وانا اقدر بيه اوصل بعد كده ان النص الرقابه ده نص يفرق خالص في شغل الهيئه في الفتره اللي جايه. كان في توفيق ولان كان في اخلاص يعني. الحمد لله. مين كان اللي اقترح يدي النص لمفتي الديار؟ يعني اصل كان في كتير بيتكلموا طبعا انه يعني يديله يعني احنا ممكن نكون كلنا كنا بنقترح ده، لان كان الهدف ان النص يعدي. احنا كان كل هدفنا ان ربنا يوفقنا. فانت حضرتك تلاقي ان احنا كنا بنستضيف هنا ناس من التاسيسيه، وفي ناس يعني مش يعني في ناس كتير جدا انفقت من وقتها ومن مالها عشان نجاح مجهود الهيئه في الفتره اللي فاتت. فاي حد كان يقدر ان هو يساعدنا في الاتجاه كنا بندعوه وكنا بنروح له. ما ننساش ان كان في ناس بتروح تقابل الدكتور الشافعي في مجمع اللغه العربيه بالليل مساء ولحد الساعه 1 بالليل و12 بالليل عشان يقعدوا معاه عشان يساعدهم. كل اي عضو في التاسيسيه كنا في ناس بتروح له لحد البيت، كان في اتصال مباشر، كل الاعضاء كانت بتتحرك. انا عبد الغني مفيش واحد في الهيئه ما يعرفش دورك بالذات في نص الدستور. القانون معلش احنا هنبعد شويه عن الجمعيه، فالجمعيه لها دورها يعني هناخد حقها ما تخافش. انا بتكلم من ناحيه القانون. احنا شايفين برضه الاعضاء دلوقتي اصبحت عندها رعب من القانون، خصوصا ان الوزاره اشتغلت وزاره العدل وعملوا قانون التسويه والى اخره. واحنا الهيئه هنا بنكتفي ببيانات ومش عارف ايه. والمهم عملنا لجان وخلصنا قانون، والى الان القانون مش في الاضرار. امتى القانون ده يظهر النور باسم الهيئه كرئاسه وكنادي وكاعضاء ويحس هو ده القانون اللي احنا هنتمسك بيه جميعا؟ فين ايمن بيه عبد الغني من القانون ده، خصوصا انت برضه حضرتك صاحب اقتراح بتقديم قانون مبسط. فمعلش المعلومه دي مهمه جدا للاعضاء. يعني طبعا ده سؤال مهم يا حبيبي، اشكرك عليه جدا. يعني طبعا انا يعني عايز اوضح حاجه، ان فكره القانون دي كانت فكره بادئه باربع مواد بس، كان الكلام ده بعد الثوره مباشره. طبعا يعني موضوع القانون يا احمد ده هو ده طموح ده اللي هيغير وضع الهيئه. يعني الهيئه مش هتبقى هيئه قويه الا بقانون قوي. احنا علينا من اول ما تعيننا في الهيئه لما تيجي تشتغل شغلك العادي تلاقي ان ادواتك اللي بتشتغل بيها ضعيفه جدا. ما تبص للماده 6، هيئه قضائيه عريقه كان لها 3 اختصاصات. الاختصاص الاول ان هي تراجع التشريعات والعقود، الاختصاص الثاني الفتوى والتشريع، الاختصاص الثالث الدفاع. اصبح مالكش غير الاختصاص الثالث بس، الجيم بس، الف وب تاخدوا منك راحوا المجلس الدولي. من اللحظه دي قضايا الدوله بقت ليست يعني الهيئه اللي المفروض فعلا الناس تحس انها بتأدي دور قوي، وبخاصه ان هي اعضائها بيختاروا على اعلى مستوى. فالقانون هو ده ادواتنا، اهم اداه لينا. احنا بدانا الموضوع ده مش من دلوقتي، احنا بادئينه من بدايه الثوره. يعني انا لا انسى ان احنا كان في وفد برئاسه المستشار محمد طه رئيس النادي لما توجهنا للمستشار محمد عبد العزيز الجندي، وكان كلامنا كله يومها ان احنا بس عايزين الحصانه والاستقلال، وناخد ان يبقى في ادارات لينا في الجهات الاداريه، ادارات قضائيه. فلما الطموح بتاعنا النهارده يوصل ان احنا عايزين ناخد الاختصاصات دي كلها، يبقى اذا احنا فعلا نجحنا. يعني احنا نجحنا نجاح كبير جدا.
طيب هل حد يشك في ان انا اول واحد قدمت قانون للهيئة كامل، مشروع كامل لقانون الهيئة؟ بل قبل ما يبقى النص الدستوري يصدر انا كنت قدمت فكرة النيابة المدنية، وتواجهت اما بفكرة بمواجهة عنيفة جدا عشان كان في ناس بتتجه للدمج وكان في وعد بالدمج، حاربوا هذا القانون. بل انا وانا في جلسة لجنة المقترحات وكان معايا زملاء كرام فوجئنا بان عضو مجلس الشعب هو اللي بيقدم ما يفيد ان الاعضاء رافضين اي قانون عدد دمج. نتج عن ده ايه؟ نتج عن ده انت لما تعرض فكرة النيابة المدنية، انت لو كنت خدت فقط المسمى مع بعض الصلاحيات كان يبقى النيابة المدنية سهلة جدا تاخدها في الدستور. فاحنا لو كنا مشينا مع صوت العقل من البداية ووثقنا في بعض كان زماننا دلوقتي حققنا اكتر من احنا حققناه كمان. فتمنى من التجربة دي نستفيد منها، ان مفيش حد فينا عايز غير مصلحة الهيئة. لذلك انا لما فكرت في النص كان النص الهدف منه الارتقاء بالهيئة. لما فكرت نعمل مشروع قانون ما قلتش ان القانون ده بتاع ايمن عبد الغني، لا ده قانون احنا بنعرضه ومن ياتي بجديد افضل منه يتقدم. لما اشتغلت مع اللجنة الخاصة بالنادي اشتغلت زي اي حد، رغم ان انا المفروض ان هم معينين لي مقرر اللجنة، مش دي مشكلة، مش هتفرق المناصب في اللجان. لما اشتغلت مع لجنة بتاعت رئيس الهيئة اشتغلت فيها وكأني حطوني في لجنة وهذه اللجنة انتهت من عملها وخلاص وانتهينا، اللي هي لجنة الرقابة. ما اخترتش لنفسي اي حاجة. لكن دلوقتي احنا كنا بنفكر بفكر ان في مجلس نواب جاي، ومجلس النواب ده بالتالي هيعرض عليه قانون. هل النهاردة في ظل ظروف مجلس الشورى اللي هو النهاردة بيطلع القوانين بهجوم، اي قانون بيطلعه بهجوم، هل انت شايف حضرتك ان من السهل انك تخرج بقانون اكتر من 200 مادة؟ احنا النهاردة بنتحارب في ايه؟ هل بنتحارب في ان المكتب الفني يبقى شكله ايه في الهيئة؟ هل بنتحارب في ان التفتيش بتاعنا يبقى شكله ايه؟ هل بنتحارب في ان درجاتنا تبقى اسمها ايه؟ ولا بنتحارب في اختصاصاتنا؟ احنا بنتحارب النهاردة في اختصاصات الهيئة. وبالتالي والجديد في نص الدستور هو اختصاصات الهيئة والضمانات والحصانات والاستقلال. يبقى الثلاثة دولت هم دول الارض اللي انا محتاج اكسبها النهاردة. انا محتاج اكسب ارض، الارض ديت عشان اكسبها يبقى انا احصن نصي الدستوري فيما يخص الاختصاص بنص قانوني، احصن نصي الخاص بالضمانات والحصانات بنص قانوني، احصن الاستقلال بنص قانوني. النص المادة 1 لحد اللحظة دي وحضرتك بتعمل معايا هذا الحوار في قانوننا بتقول ان احنا ملحقين بوزارة العدل. هل ده يتفق مع نص الدستور؟ انت النهاردة مريت بتجربة قانون طعن على قانون الانتخابات، مريت بتجربة النائب العام، مريت بتجربة قذافي الدم وغيره وغيره، هيجي لك كل يوم تجربة. هل اذا انت مش مستقل فعلا بقانون مستقل تقدر تقوم بالصلاحيات؟ النهارده الناس كلها مستنيه صوت قضايا الدوله، بقى لك خلاص بقى لك شكل جديد. الشكل ده مش هتقدر تحافظ عليه الا بالحفاظ على اختصاصاتك. انا فكرتي ان احنا نقول ان مكاسبنا نحققها على مرحلتين، بدل مرحله واحده ياخد كله مره واحده يا ما ياخدش حاجه خالص. فكرتي الاختصار ان انا دلوقتي معايا نص دستوري، النص الدستوري كوبي بيست يتحط في نص القانون، ونص المادة 1 يتعدل. انا اعمل تعديلات، لو انا هعمل تعديلات حوالي 10 مواد اخد ضمن المرحلة دي وبعد كده نتفق على قانون مفيش مشكلة. خاصة حاجة احنا لازلنا حتى الان مش متفقين على قانون للهيئة. في قانون صدر باسم النادي، لكن حتى الان في قانون بيعد باسم الرئاسة. هل حضرتك الجمعية العمومية الاخيرة اللي عقدت مش انتهت لان هذا القانون هيتم دي موافقة مبدئية عليه؟ ثانيا المفروض ان هيتعرض بعد كده مقترحات الاعضاء وهتشكل لجنة من اساتذة القانون في الجامعات عشان تدرس ده. الامر ده هيستغرق قد ايه؟ هقول شهر، مش هقول شهرين، هقول شهر. وليه لما التنسيق ما بين النادي والرئاسة في الموضوع القانون ده بالذات؟ ليه كل واحد مع نفسه؟ لانه الرئاسة اعتبرت ان هي المسؤولة فعلا عن هذا القانون، وبالتالي هي اللي هتقدمه ان القانون لابد ان يمر من خلال مجلس الاعلى للهيئة، وبالتالي هتستقبل حتى الاقتراحات بما فيها مشروع النادي ده يعتبر مقترح بالقوانين. لكن هو حتى الان هذه اللجنة متأخرة جدا في عملها. هي المشكلة ان اللجنة دي اتأخرت. لو لجنة الرئاسة مشيت بالتوازي مع لجنة النادي وانتهوا في وقت واحد، كان المفروض دلوقتي اتعملت لجنة مشتركة تضع قانون موحد وتعرضه على الاعضاء. ده ما حصلش نتيجة ان في تأخير من اللجنة الخاصة بالرئاسة، مع ان رئيس الهيئة حفز هذه اللجان كتير وحفز اللجان الفرعية، وانا مباشرة بحديثي معاه قال انا هبتدي احفز الناس انها تخلص. لكن حتى الان في لجان ما انتهتش من عملها. طب ما يرجيها يكتفي هذه اللجنة كمان رئيس الهيئة محدد لها ميعاد زمني معين، شهر انها تنتهي من عملها، والشهر عدى بعديه شهور. احنا دلوقتي يا احمد بيه قدامنا احد حاجتين، اما ننتظر لحد ما عندنا قانون واحد ونتفق عليه، وفي الفترة دي هيكون ممكن جهات كتير قوي قدمت قوانين تعقلك دي اختصاصاتك، او ان انت النهارده تقول طيب اذا كان القانون ده يا جماعه هنخلصه خلال اسبوعين، يا اما نقدم بديل في خلال اسبوعين. اذا كنتوا هتتاخروا الموضوع دلوقتي المفروض ما يتاخرش عن اسبوع او 10 ايام، لان فعلا وزير العدل مقدم قانون. في دلوقتي متقدم اعتراضات على الرقابه الفنيه على الشؤون القانونيه، هل هو منتظرين ولا لا؟ المفروض نتحرك. كمان انا كان طموحي اعلى من كده،
انا عرضت على رئيس الهيئه وعرضت على رئاساتي في الهيئه كلها وعلى الزملاء هنا في النادي وعلى مجلس اداره النادي فكره ان احنا يجب ان احنا نبدا فورا في هيكله الهيئه. احمد لازم نهيكل الهيئه. انت النهارده عندك اختصاص التسويه لم تنشئ له قسم جديد، اختصاص العقود لم تنشئ له قسم، ولا الرقابه ولا الادعاء. انت الهيئه لسه على شكلها القديم باختصاصها القديم بوضعها القديم.